بيبدأ الفيلم بشخص اسمه كريغوري في العصور القديمة، وهو بيحبس بساحرة شريرة وبنثر مسحوق الفضة حوالين القفص، وبتكون الساحرة ترجاه انه يرحمها ويطلق سراحها. ما بيسمع لها كريغوري وبيسحب حاله بروح، وبتمر سنوات كثير على حبس الساحرة لغاية ما تصير ظاهرة القمر الدموي، فبتستعيد الساحرة قوتها، بتتحول لتنين وبتهرب من القفص. بنروح لكريغوري اللي كبر فيه العمر، ومعه مساعده ويليام. بيدخل عليهم شخص بيطلب مساعدتهم لاخراج روح شريرة متلبسة طفلة. بجهز كريغوري الاغراض اللي لازمته هو ومساعده ويليام، وبتجهوا للمكان المحبوسة فيه الطفلة. وبتكون الطفلة بتطلع اصوات مخيفة وبتحاول تفك السلاسل، ولما بقرب منها كروغري عشان يطلع منها الروح الشريرة بتحكي له كان لازم تعرف انك لما حبستني ما راح تقدر تحبسني للابد. ساعتها بيعرف انه مالكن ملكة الصحراء هي المتلبسة البنت، وانها تحررت من السجن اللي كان سجنها اياه. كريغوري بلبس البنت سلسال فضة برقبتها وبطلع مالكن منها، ومالكن بتحكي لكريغوري اكيد انت مشتاق لي مثل ما انا مشتاق لك، وبتحاول تسيطر على عقل ويليام. بحاول يوقعوا جرس الكنيسة فوقيها لكنها بتتفادى الجرس، وبتتحول لتنين وبضربوها بسهم فضة، وويليام برمي عليها شبك فضة، ومالكن بتتمكن من الهرب من الكنيسة وبتكسر الباب. وكريغوري بيحكي لويليام ضلك متشبث بالحبال عبين ما تاخذ الفضة مفعولها وتضعف قوة مالكن وتتحول لشكلها الطبيعي، وبعد معاناة معها بيقدروا يسيطروا عليها ويحبسوها في قفص. بس قبل ما يسكروا القفص عليها بتاخذ ويليام معها جوا وبتخلص عليه. بتحكي لكريغوري انها زادت قوتها مع الايام وما راح يقدر عليها. بيمسك شعلة اللهب وبولع فيها في القفص، وهو معتقد انه راح يخلص عليها هيك. ما بتتأثر بالنار وبتكسر القفص وبتهرب منه، وهي بتتوعد كريغوري بالانتقام. والشاب هذا اسمه توم، بكون الابن السابع لعائلة فقيرة وعايش معهم في المزرعة، ودائما بتصير معه حالات غريبة، بشوف رؤى فيها كريغوري وهو ما بيكون فاهم تفسير الرؤى هاي، لغاية ما في يوم من الأيام بيصل كريغوري للمكان اللي هم عايشين فيه، وبطلب من أهل توم إنه يصطحب توم معه ويكون مساعده في صيد الساحرات. واللي بنعرف إنه دائما كريغوري بيختار الابن السابع لأي عائلة عشان يكون مساعد له، وبيعرض على أهله مبلغ كبير من العملات الذهبية. وتوم على طول بوافق لأنه أصلا زهقان من حياة المزارع وحاب يغير حياته. ولما ظل مصر على رأيه وبده يسافر مع كريغوري، أمه أعطته ميدالية يحتفظ فيها وظل لابسها لأنها راح تحميه من كل الشرور. وبتصل مالكي للقصر اللي كانت عايشة فيه قبل ما يحبسها كريغوري، وأختها بتكون فرحانة كثير برجعتها لكنها بتكون ضعيفة ووجهها محروق. ومالكي بتحكي لها مين عمل فيك هيك، بتحكي لها كريغوري. بتلمس وجهها وبترجعها شباب زي ما كانت، وبتقدر بسحرها ترجع القصر مثل ما كان، وبتوعد أختها بالانتقام من كريغوري ومن كل البشر. بيسأل كريغوري وتوم لمدينة، وكريغوري بيعطيه فلوس عشان يروح يشتري أدوات بتفيدهم في شغلهم. وهو ماشي بالسوق بشوف ناس جارين بنت ومربطينها، وبتذكر إنه كان يشوف البنت هاي في الرؤى تاعته، فبسرعة بروح عليهم بقول لهم فلتوها، أنا المساعد تاع كريغوري وهاي ساحرة خطيرة وسلموني إياها إحنا بنتصرف معها. وبفكر باط إيديها لأنه بقول مش معقول هاي بنت ساحرة، وبحكي لها إنه اسمه توم، ولما بيسألها عن اسمها بتقول له غمض عيونك. لما بفتحهم بلاقيها اختفت من قدامه. وبتروح أليس للبيت تبعهم، نكتشف إنها بنت الساحرة أخت مالكي. بتلاقي إنه الحروق راحت من وجه أمها ورجعت شباب، وبتشوف مالكن وبتعرف انها عمتها. وبكون توم في الغابة بتجي له حالة الرؤى، وبشوف الساحرة مالكن في رؤاه، وبعد هيك بغمى عليه. ولما بصحى توم بلاقي شخص غريب واقف قدامه. بيسأل كريغوري عنه، بيحكي له هذا صاحبي تاسك، نصه غول ونصه انسان. وتوم بيحكي لكريغوري عن الرؤى اللي بيشوفها. ما بيهتم كثير كريغوري لكلام توم، وبيحكي له مع التدريب رح تتخلص من الاحلام هاي ومن لعنات الساحرات. ببلش يدرب في توم على استعمال السلاح وأنواع السحر وملوك الصحراء ونقاط ضعف الصحراء مثل الملح والفضة. توم بيحفظ المعلومات وببين عليه انه بتعلم بسرعة. وبيوصل رادو قائد من قادة السحرة لقصر مالكن، وجايب معاه جنود عشان يهديهم لمالكن بمناسبة رجوعها. تنزل مالكن تتمشى بين الجنود، وهي بتلف حواليهم بتلاقي واحد بتطلع عليها، فعلى طول بتخلص عليه وبتحكي لرادو خد جنودك يمكن تحتاجهم، انا مش بحاجة لجنود. وقادة السحرة بتوافدوا على مالكن وبباركوا لها بالرجعة. وأليس بتحكي لوالدتها إنه مالكن خطيرة جدا وممكن تأذيهم، بتطمنها والدتها وبتحكي لها لا تخافي. وفي مجموعة من الجنود بيجوا لكريغوري وبيحكوا له الملك مستدعيك عشان يتعامل مع ساحر خطير قدروا يمسكوه وما في حدا قادر يقرب عليه. وفعلا بيوصلوا لهناك وبكون الساحر متحول على شكل دب شرس جدا، وأليس موجودة بين الناس بتراقب شو بصير. والساحر بيكسر باب القفص وبده يهجم على كريغوري. كريغوري بيرمي وجهه مسحوق الفضة عشان يضعف قوته، وبتقوم بينهم معركة طاحنة، وبتدخل توم وبرميه مسحوق الفضة برضه، وبيقدروا يسيطروا عليه ويقيدوه بالسلاسل. كريغوري بيحكي لتوم لازم نقتل الساحر عشان نتخلص من شره. بيمسك شعلة الله وبيحكي لتوم خذ خلص عليه انت. بتردد توم وبيشفق على الساحر وما بيقدر يحرقه. كريغوري باخذ الشعلة من توم وبيحرق الساحر فيها، وبيحكي لتوم انا دربتك عشان تكون شجاع وتقتل السحرة لكنك طلعت جبان وخيبت املي فيك. وبتيجي أليس بتسأل توم عن كريغوري، بيحكي لها انه زعل منه وتركه وراح لحاله، وبتحكي له انها عرفت اللي صار بينه وبين كريغوري. وبتحكي له عن كريغوري انه كان يحب ساحرة في شبابه لكنه تركها وتجوز واحدة ثانية. وبصير في انجذاب بين توم وأليس وبعترف لها بحبه، وبحكي لها من المستحيل انه انا اتخلى عنك. ولما باخذ أليس باحضانه بشوف رؤية
رؤية لمالكن وهي بتخلص على كريغوري، وبتدخل العالم كله في ظلام دامس. بصحى توم من الرؤية وبيحكي لأليس انه لازم يروح عشان يكون جنب كريغوري. ولما بصل توم لعند كريغوري، كريغوري بيحكي له عن الساحر اللي كان يحبها واللي بتطلع هي مالكن، وبيحكي له انها ما كانت بالشر هذا لغاية ما تجوز واحدة ثانية. بنجن جنون مالكن وبتقتل زوجة كريغوري انتقاما منه، وكريغوري قرر انه يقتل مالكن ولكنه رحمها وحبسها في القفص. وبيحكي لتوم انه ندمان انه ما قتلها، كان من المفروض انه يقتلها ويخلص عليها. بيحكي لتوم عشان هيك اول ما تشوف ساحرة لازم تقتلها، ما تتوانى ولا تاخذك فيها رحمة. وباخذوا عربتهم وبكونوا ماشيين بيطلع لهم وحش عملاق من تحت الارض، بنطرهم وبنطر العربة، وبلاحظوا انه الوحش اعمى وما بيشوف، بهربوا منه والوحش بضل يركض وراهم لما يصلوا لفتحة في الجبل وبيقدروا يدخلوا منها وينفذوا على الجهة الثانية. والجهة الثانية بكون في نهر وبقفزوا فيه، وكريغوري بيطمن توم بيقول له انه الوحش ما بيقدر يسبح في المي، وبنط الوحش في المي وبخالف توقعات كريغوري وبمسك توم، وتوم بيطعنه في ايده لغاية ما يصلوا شلال وبقعوا اثنين من فوق الشلال وبموت الوحش. وعلى الشط بتفاجأ توم بأم أليس الساحرة وهي مادة السيف عليه وبدها تطعنه، لكنه بيمسك السيف بدين ثنتين وبيطلع وهج غريب من القلادة بخلي الساحرة تخاف وتبعد عنه، وبتحكي له انها بتعرف القلادة هاي وانها بتخص اختها مالكن، وبتتحول لطائر غريب وبتهرب من المكان. وبرجع توم لكريغوري اللي بيكون فرحان فيه انه قدر يتمكن من قتل العملاق، وتوم بيطلع القلادة وبوريها لكريغوري وبحكي له انه امه اعطته اياها، وبيسأله شو قصة القلادة هاي. كريغوري بيضحك وبيستغرب جدا وبحكي له انه القلادة هاي اقوى تعويذة بتمنح قوة للسحرة، وانه القلادة هاي بالاصل لمالكن ولكن في ساحرة سرقتها وهربت، وانه القلادة هاي لو رجعت لمالكن راح تعطيها قوة تسيطر فيها على العالم، وبما انه امك اللي اعطتك القلادة هاي فهي بالتأكيد الساحرة اللي سرقت الميدالية من مالكن عشان ما تستعملهاش بالشر. وبقوم بحكي لكريغوري لازم نكمل طريقنا ونصل لمالكن ونقضي عليها ونخلص العالم من شرها. وبنروح لأليس اللي بتكون مع خالتها وبتحكي لها عن اللي عمله كريغوري في الساحر، وبتحكي لها راح نخلص عليه هو المساعد تبعه توم. فأليس بتحكي لها انه توم شخص طيب، فبتحكي لها من المحزن انه يموت لكن بامكانك انت تساعديه، في معاه قلادة بتخصني جيبي لي اياها بتكوني حافظتي على حياته وانقذتيه. وبنروح لكريغوري اللي تاسك بحكي له في حركة مريبة في المكان، فكريغوري بيطلب من توم انه يستكشف المكان. وفي الوقت هذا بتكون مالكن لمت مجموعة القتل اللي معه هجمت على المدينة وتنتقم من كل اللي تورطوا بحرق الساحر. والمدينة هاي فيها أهل توم، ورادو بقف قدامهم وبتحول لوحش مخيف، باقي السحرة بتحولوا كمان لأشكال مختلفة وببلشوا يقتلوهم بدون رحمة، وما بيكون حدا من الجنود قادر يطلع معهم براس، وكل ساحر بتفنن وبيستخدم إمكانياته في قتل البشر. ووالدة توم تطلب من زوجها إنه يأخذ بنتهم ويروحوا يحتموا في مكان آمن، وهي بتبلش تستخدم قواها السحرية في الدفاع عن المدينة، بترفع شوكة عن الأرض وبتغزها بقلب ساحر من السحرة، وبتتناول الرمح اللي وقع منه وبتطعنه فيه وبتحرقه. وبتحس مالكن انه في ساحرة بتدافع عن المدينة، ولما بتلف وجهها بتعرفها وبتحكي لها انت كامل المفروض تكوني في صفنا لكن خنتي خواتك وصفيتي مع البشر، راح اخلص عليك وابنك هيك راح اخلص عليه واخذ منه القلادة. وبتغرز مخالبها فيها وبتحرقها. وأليس بتروح لتوم بتقول له تعال معي انا مشتاقيت لك كثير، بقولها ما بقدر لانه تاسك وكريغوري ممكن يوصلوا باي لحظة. بحكي له طيب تعال نهرب ونعيش مع بعض. وبوصل كريغوري للمكان وبرمي عليها سلسلة وبربطها، بيقطع توم السلسلة وبحررها وبخليها تهرب. وكريغوري بيمسك توم وبصرخ في وجهه بقول له ولك يا غبي هاي ساحرة ضحكت عليك وسرقت منك القلادة. ولما بيكتشف توم انها اخذت منه القلادة بالحق على اساس يرجع منها القلادة، بلقى بوجهه الساحر رادو مع الجنود تبعونه وبيشتبك معهم، وكريغوري وتاسك بينضموا له عشان يساندوه وبتقاتلوا بشراسة مع جنود رادو، وبهربوا من الجنود وبوصلوا لطريق مسدود على حفة جبل عالي جدا، والجنود بيهجموا عليهم بجذع شجرة كبير وبكونوا بدهم يضربوا كريغوري فيه، تيجي الضربة في تاسك وبدبوه عن حافة الجبل. بيقدر كريغوري يرمي الجنود عن حفة الجبل، وواحد منهم وهو واقع بيسحب توم معه، بمد له العصاية عشان ينقذ توم لكن الجنود بضلهم يشدوا فيه لما يوقعوه، وبقع توم على غصون الاشجار. وبيجي الساحر رادو برمي سلسلة على كريغوري وبجره معه، وتوم ما بكون صار له اشي وهو مغمى عليه، بتجي له رؤية انه مالكن قتلت والدته، وبتظهر له روح والدته بتحكي له انه مالكن قتلتها وانه هو الامل الوحيد في القضاء على مالكن. ولما بصحى توم بروح بساعد تاسك اللي ما ماتش اصلا بكون معلق على الجبل. بوصل الساحر رادو وجنوده القصر وهم جايبين كريغوري مربط لمالكن، وأليس ما بتلاقي توم معهم فبتسأل امها عنه، تحكي لها انه وقع من فوق الجبل ومات. تصرخ على امها بتحكي لها انت ضحكت علي انت وخالتي مالكن. ومالكن زادت قوتها اضعاف مضاعفة مع القلادة، وبتعرض على كريغوري انه ينضم لجانبها عشان يسيطروا على العالم، وانها لساتها بتحبه زي زمان. برفض كريغوري انه ينصاع على اوامرها، فبتتلاعب بعقله وبتاثر عليه بالسحر وبتقربه منها وفعلا بنصاع على اوامرها. واليس بتيجي فجاه وبتخطف القلاده من مالكن، ومالكن بتتحول لشكل التنين وبتركض ورا اليس. والده اليس برضه بتتحول للتنين وبتلحق وراها عشان تمنحها انها تنقض على اليس. وبنشوف عمود ضخم بقى على القلاده وبغطيها، وبنشوف رادو وهو بحضر اسلحته بتحول لشكل المخيف عشان يهجم على كريغوري، وبزقر زقره في وجه كريغوري بقطع خلف. كريغوري بيحكي له ريحه طمك واصل للسما، هو ما بيحكي له هيك هاي اضافه من عندي. وبصل توم للمكان وبحط السكينه على رقبه اليس
وبقولها وين القلادة اللي سرقتيها مني. بتحكي له انه اخذت القلادة منه عشان تحميه، وهي هسه مش معها وضاعت منها. وببدا توم وتاسك بالاشتباك مع جنود مالكن، وبتنضم لهم أليس، وبكون كل هم أليس انها تحمي بنتها أليس من انقضاض مالكن عليها. وفجأة بعثر توم على القلادة وبلبسها. في واحدة من السحرة بتتحول لفهد وبتكون بدها تنقض على توم بغرز الرمح فيها وبحرقها وبخلص عليها. وتشتبك أليس مع الساحر ابو لوسيو وبسيطر على أليس وبوقعها على الارض وبكون بده يقتلها. بيجيله توم من ورا ظهره وبحرقه وبخلص عليه. وبنروح لكريغوري ورادو اللي بكون داير بيناتهم معركة عنيفة بعد ما كريغوري طلب منه يتحول لشكله البشري ويتقاتل معاه رجل لرجل. بكون جرح كريغوري ببطنه وبرمي السلاسل على العمود وبكون بده يوقعها على كريغوري. كريغوري بيتفادى العمود وببعد عنه قبل ما يقع عليه، وقدر يتمكن من الساحر رادو ويطعنه بالسلاسل اللي كانت معه وحرقه ومات. وبتكون مالكن واختها بتقاتلوا في السماء، ومالكن بتنقض على اختها وبتعضها من رقبتها وبتغرس فيها مخالبها، واختها بنفس الوقت تتمكن انها تطعنها بقلبها. والخوات الثنتين بقعوا على الارض مصابات وبتحولوا لشكلهم البشري. وبتترجى مالكن إلها ما تأذي أليس، ومالكن بتحكي لها انت خنتيني وبتغرس فيها مخالبها وبتحرقها. ومالكن بتروح باتجاه غرفتها وبكون صابها ضعف شديد من طعنة اختها إلها، وبتحكي لكريغوري انه ما في امل نرجع لبعض لانها لساتها بتحبه. كريغوري برد عليها وبحكي لها مستحيل، وبكون ماسك الخنجر وبده يطعنها، وقبل ما يطعنها بتمسكه من خناقه وبترفعه، وتوم برمي عليها الخنجر وبطعنها بخصرها. وتوم المرة هاي بحرق الساحرة مالكن بدون أي تردد. ولهون بكون خلص فيلمنا. يا ريت لو تعمل اشتراك في القناة وتفعل جرس التنبيهات ليصلك كل إشي أول بأول، وتاخذ لك لفة في القناة. يلا سلام.